يا مساء الفل. اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. مرات كتير بنتعب، مش عشان ما عندناش شغل او طموح او اهداف، لكن عشان محدش فهمنا، واحنا كمان مش بنفهم نفسنا. في حاجة كده بتتقال في الهدوء بين السطور، في النظرات والانفعالات، في ردود أفعالنا اللي ما عندناش تفسير ليها. في الحلقة دي هنقف مع بعض عند أهم محطات الذكاء العاطفي والاجتماعي، وهنكتشف إزاي فهم مشاعرنا ممكن يغير حياتنا للأفضل. النهاردة خليني أخدك في رحلة، مش لذكاء بيجاوب على أسئلة، لكن لذكاء بيفهم المشاعر، ذكاء اسمه الذكاء العاطفي والاجتماعي. وفي الرحلة دي هنقابل 4 محطات أساسية. هات ورقة وقلم ويلا بينا. أول محطة معانا هي تعرف إيه عن نفسك. هل حصل قبل كده وإنك اتعصبت ومش عارف ليه؟ انسحبت من علاقة كانت بتستهلكك؟ حسيت انك طيب اكتر من اللازم؟ لو اجابتك فده لاننا بنعيش كتير من غير ما نسمع مشاعرنا بجد، ودي اول مهارة لازم تتعلمها، وهي الوعي الذاتي. تاني محطة وهي السيطرة بدون قسوة. الذكي مش اللي ما بيغضبش، الذكي هو اللي بيغضب من غير ما يندم بعدين، بيقول لأ وهو هادي، ودي اسمها التحكم في الذات. تالت محطة معانا وهي الحافز الداخلي. الحقيقة ان في فرق كبير بين اللي بيشتغل عشان يثبت نفسه لحد وبين اللي بيشتغل عشان يرضي نفسه. الذكاء العاطفي بيعلمك تحفز نفسك بلطف. رابع محطة والأخيرة هو افهم اللي قدامك قبل ما ترد عليه. التعاطف مش بس انك تحس، لكن انك تقف الحكم، تبدأ تسمع وتقول انا مش في مكانه بس هحاول افهم. الذكاء الاجتماعي مش انك تبقى اجتماعي وخلاص، لكن انك تعرف تتواصل وتحط حدود وتبني جسور. وهنا الحقيقة أنا حابة أشاركك بنظرية ساعدت ناس كتير تفهم نفسها. نظرية اسمها دانيال جولمان. دانيال جولمان عالم نفس أمريكي، قال إن الذكاء العاطفي مش رفاهية، ده مفتاح النجاح الحقيقي. النجاح مش إنك تبقى أذكى واحد في القاعة، النجاح إنك تعرف تتحكم في نفسك وتفهم اللي جواك وتقرأ اللي قدامك. قال كمان إن الذكاء العاطفي بيتكون من 5 حاجات أساسية. عد معايا يلا. أول حاجة وهو الوعي الذاتي، إنك تبقى فاهم مشاعرك ومصدرها وتأثيرها. تاني حاجة وهي التحكم في الذات، إنك تقدر تهدى وتمسك أعصابك وتتصرف بوعي. تالت حاجة وهو التحفيز الداخلي، إنك تشتغل من جواك مش عشان يتسقفلك. رابع حاجة وهو التعاطف، إنك تحس بغيرك من غير ما تحكم عليه. خامس حاجة والأخيرة وهي المهارات الاجتماعية، إنك تعرف تبني علاقات وتفهم الناس. ودول يا صاحبي مش صفات للمثاليين، دول مهارات تقدر تكتسبها واحدة واحدة. يعني ببساطة لو عندك المشاعر دي
وبتعرف تتعامل معاها، انت شخص ذكي جدا، ذكي بطريقة الحياة مش بس بطريقة الامتحانات. نصيحتي ليك في الحلقة دي، اللي بيكسب مش دايما أذكى دماغ، أحيانا اللي بيكسب هو اللي عرف يحس وعرف يحتوي من غير ما ينسى نفسه. اللي بيكسب هو اللي قال أنا هفهم نفسي الأول عشان أعيش بسلام مع اللي حواليا. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب، واستناني في الفيديو الجاي مع مواضيع وأفكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود، وأشوفكم الحلقة الجاية.